مرحبا، السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. أهلا ومرحبا فيكم. واللي ما يعرفني، أنا أم المؤنسات الغاليات، أم دعاء وجمانة. ومعانا مشتريات من شيئين. طبعا الطلبية أغلبها أو نقول كلها للبنات الصراحة، ما عدا أشياء بسيطة لي. وإن شاء الله أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هنا نعرف بجايم شيئن وميزتها يعني مرة وجدا جميلة. هذه البيجامة لبنت الصغيرة جمانة، وطبعا حاطت لكم الأرقام اللي يحب يشتري زيها. مرة حلوة ووصلتها وانكرفت فيها، وبرضه يعني زي ما هي، مو من النوع اللي يتنمش أو من النوع اللي شفتوا بعض البجايم تغسليها ويخرج منها زي يعني الخصل الخيوط والريش أو كذا. لا، هذه زي ما هي ما شاء الله، وتدفي كمان. الآن جينا لهذه الجزمة، أكرمكم الله، الكيوت جدا جميلة. طبعا كانت جديدة، آه، فأخذتها وعلى البركة، ما كان في تعليقات، بس شكلها مرة عجبني، وكيوت وقوية وتتحمل. وبرضه معروف شوزات شي إن. الشوز اللي هنا في الصورة برضه حطيت لكم رقمه، هذا للدعاء، قد كانت لبسته يعني، بس برضه مرة خفيف خفيف ومريح جدا، وألوانه حلوة يعني بنات الشباب الحلوات. هذه الفانيلة برضه مرة حلوة وتدفي وما تنمش. الحمد لله إني توفقت بالطلبية هذه. كل الملابس صح، الملابس الشتوية تنمش، لكن الصراحة هذه يعني غسيل ولبستها وكذا وما حصل لها أي تنميش، جدا رائعة. وتلبس مع بنطلون جينز ويا سلام سلم. طبعا هذا هو البنطلون. مرة حلو وخفيف. هو طبعا ما هو شتوي، بس صراحة يعني جميل جدا في اللبس، خصوصا من اللي يجي يعني عريض مريح، ما يضيق عليها في الجلسة في اللعب. وعريض من تحت برضه. هذا الموضة أو الترند اللي نازل الآن في البنطلونات اللي تجي كلها عريضة. ما عاد صارت بنطلونات اللي تمسك يعني اللي بيلبسوها. نيجي الآن لهذا البلوفر لدعاء. يعني مرة حلو ويدفي. أنا استغربت إنه يعني ما أدري كيف أحكي لكم. يعني هو خفيف، بس بنفس الوقت لما تلبسيه يدفي، وجدا جميل. وهو أوفر سايز يعني مقاس كبير، عريض. هي حبته يعني تشتري إنه يكون كذا يعني موديله عريض. وشوفوا من جوا يجي زي المبطن شوية. اعذروني على صوتي عشان تعبانة شوية. نيجي هنا. لا، هذه فنيلة طبعا. هي تعتبر داخلية، تقدر تلبسه تحت المرايل، يعني تحت شيء في البرد الشديد. بس عادي، وحتى تقدر تلبس كذا لوحدها يعني. برضو هي حلوة. بس شوفوا التبطين من جوا، من التبطين الثقيل فعلا يدفي. يعني إذا كان في طلعة وفي هواء أو شيء، أو للمدرسة في الصباح، هذا أحلى شيء. وبرضه أسعارها يعني وهذا الحلو في الشيء أن أسعارهم جدا معقولة بالمقارنة مع يعني إذا أنت تشتري من برا. نيجي لهذا الشيء الكيوت، هذا الفستان مرة حلو. هو يعني ما أدري، يعتبر جاكيت زي الجاكيت على أساس لأنه مفتوح. بس برضه يعني يعتبر زي الفستان، تقدر تلبسه تحته شيء وخلاص. تلبسه على هيلا هوب، على شورت، على بنطلون. يعني هو يعتبر جاكيت في الأساس يعني لأنه مفتوح. وهذا الطاقية حقه مرة حلوة، يعني كيوت، البنوتات الحلوات. وإن شاء الله يبين لكم بالتصوير إنه الصراحة يعني نفس الشيء من القماش اللي يدفي. ونيجي هنا كمان. هذا بلوفر برضو حق جمانة الصغيرة.
آه أنا عجبني اللون أكثر يعني وإنه رسمته كلها من ورا. هو سادة من أمام، ما في ولا شيء ولا جيوب، والتبطينة من جوا برضو خفيفة، وهو خفيف بس برضه نوعا ما يعني حلو. أنا عجبتني الحركة من الخلف الرسمة، وحلو الكتابة يعني ألوان، يناسب بنطلونات الجينز كذا. وهذه الطاقية تدفي للبرد، عجبتني إنها جمانة تحب اليونيكورن، فعجبني ذلك القرنين حقها زي الفرو كذا، مرة حلو كيوت لما تلبسه البنت في الصباح المدرسة أو طلعات الشتوية يعني. أنا أركز أكثر شيء على المدرسة لأني أخاف عليها من البرد في الصباح. أكيد يعني كل الأمهات كذا. هذه البيجامة مرة حلوة، شوفوا كيف معاه البنطلون يجي يعني شكل مو نفس هذا، بس البلوزة تجنن فرو ناعم، ناعم يعني زي الفرو، وفيها الدبدوب ذا الكيوت. وهذه البيجامة اللي جنبها نفس أختها، فهي كانت تبغى نفسها، بس حق أختها يعني مو صيف مو شتوية، يعني تعتبر صيفية، بس حلو إنه زي بعض. أنا أحب يعني بجايمهم أشياءهم تكون يعني نوعا ما زي بعض، خصوصا جمانة تحب تشتري زي أختها الكبيرة. وهذا يعتبر بلوفر، بس من البلوفر اللي يجي طويل، يعني فوق الركبة كذا بشوية، تقدر تلبسه على هيلا هوب يكفيه ويصير مرة حلو يعني. أو اللي يحب يعني على بنطلون جينز برضه، شوفوا هنا الطاقية حقه فيه زي الفرو، عجبني الدبدوب كيوت. نيجي نشوف هنا، اشتريت لها جاكيت جينز عفوا جاكيت جلد زي أختها اشترت، فحبت إنها آه يعني تتطقم مع أختها. أوريكم بعدين حق أختها. شوفوا هنا مرة حلو. طبعا الجلد أحس موضته ما تنتهي يعني دائما. وحلو إنه مبطن من جوا، بس الأكمام مي مبطنة، يعني مبطن من جوا يعني بس فقط، لكن الكم تحسوه جلد من برا ومن جوا. بس صراحة شياكة مرة ناعم وكذا حلو، ينفع مع الفانيلة ذيك المبطنة من تحت البيضة، أو مع فانيلة سودا. وأوريكم أنا إيش اشتريت معاه، وأقدر ألبسها كمان يعني على جينز. أخذت معاه هذه التنورة الجلد، هي يعني فيها شوية جلد وفيها شوية تشوفوها يعني كيف أقول لكم، يعني قماش من الأمام، شوفوا من الجوانب ومن وراء جلد. عجبني يعني الصراحة ناعمة وحلوة. هي قصيرة تلبس تحتها يعني هلا هوب عشان البرد، ومع هذا الجاكيت تصير يا سلام، يعني اللي يحب كذا. أنا عجبني هذه التطقيمة ولبستها وطلعت مرة حلوة وكيوت. أو عادي يعني ينلبس كل واحد بشكله ولوك ثاني. آه الآن هنا جاكيت اشتريت لها للبرد في صباح المدرسة والأيام العادية الطلعات يعني. هذا هو الجاكيت الوحيد مع هذا الجاكيت الجلد. هذا الجاكيت مرة حلو. طبعا أنا ما نزلت الفيد إلا من بعد ما أكثر الملابس غسلتها. يعني شوفوا زي ما قلت لكم، في بعض الملابس أو الجواكت من جوا مع الغسيل اللي جوا ذا المبطن تحسيه يتناثر أو يطيح مع الغسيل، هذا أبدا. وطبعا نفس الشيء هذا كان جديد وما كان عليه تعليقات، بس عجبني وبالبركة أخذته، مرة حلو ويدفي. وما أقول لكم من النوع اللي تيجي ثقيل الجاكيت ويكتم الطفل ما يعرف يتحرك، لا بالعكس حلو، وإنه من جوا مبطن وبنفس الوقت يعني خفيف ويدفي. كيف ما أدري المهم إنه خفيف ويدفي. إيش معانا هنا؟ معايا بنطلون هنا لدعاء، طبعا هي اللي اختارته. تحب هذه الأشياء اللي تجي كذا عريضة وخفيفة حلوة. وهذا اللون برضه بيج يناسب أغلب البلوفرات أغلب البلايز. حلو حركته، معلش إنه يعني جعلك شوية، بس حلو إنه كمان يعني مطاط من فوق ما يكتم.
وعريض. صاير أقول لكم البنطلونات العريضة هذه مريحة جدا. هذا جاكيت دعاء اللي جمانة تبغى زيه، شوفوا بالصورة كيف مرة حلو. هذا مبطن تبطين كامل، حتى الكم من جوا مبطن، ويجي موديله شوية قصير، يعني حتى حق جمانة يعني يجي شوفوا لفين عند الخصر. بس صراحة يجنن في اللبس. نيجي هنا معانا هذه فانيلة خناق حلوة، تلبس، نقدر تلبسها واحدة، تلبسها تحت أي شيء. هذه للدعاء تلبسها تحت المريول. بس صراحة قطنها ناعم، يعني مرة حلو، ناعم ناعم فعلا. إيش معانا هنا؟ طبعا اللي بيرميلي جوجو. هذه بيجامة كمان حلوة، وبرضه باردة، والله ما أحكي لكم قد إيش كيوت وباردة، والدباديب البندا اللي فيها حليتها، يعني الواحدة كذا تلبسها تصير كتكوتة. طبعا هي ما هي شتوية على البرد، بس إنه حلوة. إن شاء الله الأرقام اللي موجودة إنها ما تكون تغيرت، وتستفيدوا من الفيديو. معانا الآن بلوفر لدعاء. هذا البلوفر مختلف، يعني برضو نفس الشيء اوفر سايز، بس انه التصوير ما بينه من فوق كذا، يجي شكله زي السبعة، مو من البلوفرات اللي فيها طاقية، لا سادة ومرة حلو. يعني في اللبس أنيق أنيق بشكل حلو، يعني من جد يحلي البنت أو الوحدة كذا. شوفوا من فوق زي السبعة، يعني حركة جديدة البلوفرات الآن. إيش معانا هنا؟ معانا برضو هذا بنطلون لونه رصاصي، مرة حلو اللون، الحركة، الخيوط هذه اللي بارزة كذا، يعني محليتها الجيوب من الجوانب، وبرضه من عند الخصر مطاط. وهذه البنطلونات مرة مريحة، طبعا ما هي شتوية، خفيفة، بس تنفع لأغلب البلايز، البلوفرات وتنفع تحت العباية، مرة مريحة، تاخذي راحتك وما تضايقك. وكانت أسعارها طبعا مرة رخيصة. كيف تفاصيل مرة حلو. هنا الطاقية دي برضو طاقية جلد، تنفع يعني للجواكت الجلد اللي معاهم، ينفع لأي لوك يعني، أو فانيلة خناق مع بنطلون تصير مرة حلوة. هنا معانا هيلا هوبات، طبعا أنا ما أدري إيش سموها. نسميها هيلا هوب طبعا، اللي يجي شراب كامل يعني، ثقيلة، وأخذت فيها الألوان اللي يعني موجود أغلب الملابس، يعني عند أكثر البنات هذا الألوان، الأبيض والبينك والبيج والأسود. وحلوة حركة الفيونكة هذه من الجنب، مرة حلوة. بعدين ما شاء الله يعني ثقيلة حلوة، ينفع يعني في الشتاء تلبسها، الشتوية تدفي، يعني إذا هي لابسة تنورة لابسة شورت. هنا معانا هذه السماعة، عفوا مش سماعة، الميكروفون اللي الآن أكلمكم منه، يعتبر عازل للصوت، فعلا جدا جميل ورائع. طبعا هي تنشحن، تجي وصلتين، وصلة انت تركبيها في الجوال هذه، يعني تحطيها مكان الشاحن، والوصلة الثانية انت يعني تركبيها تمسكيها بيدك او تحطيها على البلوزة او على شيء وانت تتكلمي، وهذه وصلة الشاحن. طبعا هذا يعتبر عازل للصوت ويوضح الصوت حلو. هذا ينفع لليوتيوبر اللي يسجل فيديوهات، وسعره جدا رائع، يعني صراحة أنا كنت أبغاه من زمان يعني. هذا الاختراع الشيء الجميل اللي ضروري ضروري يكون عند كل أحد، خصوصا يعني في الملابس الشتوية، والهيلا هوبات ذي اللي تتنمش، الشراريب، البلوفرات. هذا يعني وفي منه يجي بشاحن، في يجي منه ببطارية. أنا صراحة أخذت اللي بشاحن. هذا إيش تسوي؟ طبعا
هذا زي اللي ياخذ النمش من الملابس، يشيل النمش، الحبيبات اللي تطلع في الملابس هذا يشيلها، وجربته وطلع مرة رائع. أنا أخذت اللي بالشاحن أفضل، لأنه بالبطارية كل شوية تغيري ويكون ضعيف. هذا خلاص توصلي في الشاحن وتستخدميه، فعلا بطل، لا تنسوا ما تاخذوه. آه هذا للساعة اللي معايا، عجبني لونها، حلوة، الساعات الذكية، عجبني اللون مرة حلو كذا، بيج على رمادي، ما تدري كيف، بس التصوير مو مبينه مرة واضح. وهنا يا عزيزاتي هذه أساور لجمانة، تيجي هي 4 بس في 2 تم استخدامهم، في واحدة بينك واحدة خضراء، وهذه يعني الزرقاء والبنفسجية دي مرة حلوة أساور. هذا كمان الاختراع خطير، اللي يخاف من التخريم إذنه والله إنه روعة، وأنا جربته. شوفوا هو كان 4 قطع، بس أنا استخدمت قطعتين، خرمت إذني تخريمتين، وطبعا الحلق موجود فيه، وهنا المسحة يعني الطبية، يعني ما لها لازمة، بس يعني إذا تبغي تعقمي المكان خلاص تحطي ثلج، إذا تبغي طريقتي حطي ثلج لين تحسي إن أذنك بدأت تتخدر، وطق بسرعة طوقيه مرة واحدة، والله إنه خطير. أنا من النوع الخواف، بس معاها صراحة عجبني و... وما في ألم أبدا. وهذه البكالات على أساس إنها يعني عجبت بنتي دعاء إنها ترند وكذا، بس للأسف إنه طلعت مرة كبيرة، يعني أنا حسبتها إنها في الصورة أصغر شوية، شوف قد إيش ما شاء الله قد تكفي كله. في اللي معاه شعور يعني كثيرة وطويلة يناسبهم. أنا لو كانت أصغر شوية كانت حلوة. هذه زي الرابطة يعني، هذه حقي أنا أستخدم ألبسها، تنفع يعني ما تكوني في البيت، رابطة شعرك بردانة بعد الشاور، حلو، يدفي، يغطي الأذن يعني والرأس، حلو ربطات، أنا من النوع اللي أحب الربطات. وهذه الشراريب استحيل يعني نطلب من شين ما نشتري شراريب. آه، شراريبها مرة حلوة، الألوان طبعا كلها فاتحة من المدارس. وهذا الاختراع يعني على أساس إنه لصقات لتبييض الأسنان، يعني أعتقد يجي فيه 6 و8 حبات، وتجي تحطيه يعني في أسنانك، لصقة في الأسنان العلوية والسفلية، وتحطيه ويجلس يعني نص ساعة كذا، وتحسي فيه مادة كذا، هو الطعم زي كأنه شفتي اللبان النعناع كذا منعش. وفيه مادة كذا لزجة إنها تبيض. الصراحة يعني أنا ما جربت الاثنين للآن حاليا، فما أقدر أحكم عليه، بس في التعليقات أنا اشتريته على أساس بيقولوا واو خطير وحلو، بس نشوف مع الاستمرار. تبييض الأسنان يعني بسبب الشاي والقهوة اللي بنشربه، أسناننا تبدأ يتغير لونها. هذه طوابع اشتريتها لماما للمدرسة، يعني أنا أحب هذه الأشياء المدارس، ما أدري من صغري وكبرت وأنا نفس هذا الشيء، أحب أطبع البنات لبناتي كذا دفاترهم، أرسم لهم التسطير والترتيب، مرة أحب ذي الأشياء. بعدين كميته كبيرة وأشكاله مرة حلوة كذا كيوت للدفاتر. طبعا جمانة ترمي رمي. هذه خلخال، أنا إنسان أحب الخلخال، فأخذت هذا. يا جماعة خذوا من اللي يجي مكتوب عليه فولاذ غير قابل للصدى، هذه نصيحتي لكم، أو أي إسوارة أنتوا تبغوها شوفوا ضروري تكون مكتوب عليها فولاذ غير قابل للصدى، فيجلس معاكم. وهذه الحلق كمان تخيلوا بلبسها وتروش فيها وما تغير لونها، أهم شي ما يوصلها عطر، العطر أكيد إنه بيشيل اللون، لكن الموية والأشياء الثانية عادي مرة حلوين. فلما تكونوا تبحثوا ابحثوا. وكمان اكتشفت إنه في شيئين، في فضة، في فضة مطلية ذهب، وأسعار مرة رخيصة بالنسبة لما تروح تشتري من برا.
والله وهذا فلوق اليوم في المشتريات والانبوكسينج، وإن شاء الله يعجبكم. واللي ما اشترك في القناة حبايبي اشتركوا ودعموني، يسعدني جدا. والله يبارك فيكم، وإن شاء الله نكون محبتنا دائما في الله. هنا جمانة تبى تسوي معايا القلب وطاحت حبيبتي. وأحبكم في الله واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.